السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده يا جماعه عن غاده جمهوريه الخير واللي حصل معاها. في ناس كتير واقاويل كتيره جدا بيقول لا اتقبض عليها لا ما اتقبضش عليها. غاده كانت فاتحه لايف يا جماعه وفجاه اللايف اتقفل. ده وصول طبعا يا جماعه الحكومه ليها، لان لو كان في اي حاجه في النت او اي ظرف تاني كانت فتحت على طول واعتذرت لفنزتها. كلام كتير دار على غادة، وبيقولوا إن مبالغ كبيرة من 300,000 ل400,000 جنيه بييجوا لها كل يوم في اللايفات بتاعتها، وإن هي ما بتعملش الصح، وإن بتجيب عربيات وشقق. ده الكلام اللي بيتقال يا جماعة، أنا باحكي تفاصيل. المهم يا حبايب قلبي، فوزارة التضامن اتصلت بيها، بيقولوا إن اتصلت بيها وقالوا لأ لو وقفي الشغل وتعالي. طبعًا ده ما فيش الكلام ده، لو وزارة التضامن عايزاها هتيجي لها، وده اللي حصل فعلًا جه. في كمان يا جماعة داعم عايش في أمريكا، حاطط مبالغ كبيرة في البنك، بيقول بيطلع فوايد على الفلوس بتاعته، فبيبعتها بعت لها 52 مليون جنيه عشان خاطر تطلعهم كده، هو بيستحرم يصرف، فبعتهم اتعمل بهم وجبات. طبعا يا جماعة هي